جمال عبد الحميد ده جمال جيمي حبيب القلب، جيمي، حبيبي يا جيمي، حبيب القلب يا جيمي، أنت عارف إن أنا إيه، باحبك فشخ يا عم جيمي. بيقول إيه بس ده مش شاغلني، ده عادي خلّيه يقول، أنا مش زعلان من الموضوع ده. طلع على قناة الزمالك كوميدي جمال عبد الحميد جيمي الجميل، عضو مجلس الإدارة اللي أنا دايمًا باقولها المشكوك فيه، طلع جيمي يقول لك إيه، إن قرعة الدوري موجهة. أقول لكم تعالوا نسمع، استنوا، اسمعوا جيمي. صح. إمم. تاني حاجة نستخدم حتة القرعة بتاعت الدوري والكاس. نيجي للقرعة الدوري اللي احنا اتعادلنا فيها. خد أول 5 ماتشات، سموحة من الفرق المصنفة، نعم. سيراميكا من الفرق المصنفة، الاثنين ناهين الموسم اللي فات في بيراميدز أفضل الثاني على طبعًا الدوري. تاني. ما انا هقول لك بس، انا نعم. هقول لك القرعة صح. القرعة الموجهة. نعم. القرعة مش هقول بقى المسؤولين موجهوا، لا القرعة الموجهة صدفة. ما انا هقول لك دلوقتي الكاس كمان صدفة. بعد ما خلصنا من الحجز تعالى بقى نتكلم في نادي الزمالك بايه؟ بالقرعه. سموحه مصنف، سيراميكا مصنف، بيراميدز تاني دوري ومصنف رقم 1، انبي مصنف، المصري اللي انت لعبته امبارح مصنف. ادي 5 انديه في الدوري يخسر له حوالي مثلا 6 بونت 7 بونت، يبقى كده احنا لوينا دراعه وكسرناه وقطعنا دراعه كمان في 5. طيب هو بيقول إيه، إن قرعة الدوري موجهة عشان كده الزمالك اتعادل في ماتشين، إن هو لعب ماتشات صعبة، والأهلي لعب ماتشات سهلة وهيعد ماتشات الأهلي. أنا عايزكم بس تركزوا في حاجة اللي أنا هاقول لكم عليها، الأهلي لعب مع الإسماعيلي، شوف بيقول إيه على الإسماعيلي في ماتش لمّا لعب مع الأهلي بيقول عليه إيه في الدوري، ولمّا لعب مع الزمالك في الكاس شوفوا بيقول عليه في نفس الحلقة. نسمع. او 5 ماتشات في اول 5 ماتشات. طب نديجي بقى للنادي الاهلي، بُص الأهلي لعب نقول له مع بقى مين؟ نديله ايه؟ آه، الاسماعيلي كان بينافس على الهبوط وقعد بنقطه، اسوان الإسماعيلي لسه صاعد، بينافس على الهبوط، الداخليه لسه صاعد. قال على الإسماعيلي لمّا لعب انا مع مش الأهلي، انا الإسماعيلي مش عارف بينافس على القرعه الهبوط. دي. يعني انا لو عملتها بنفسي، مش هتعمل انا لو كده. عملتها بنفسي للنادي انا اهلاوي. لأ، ده لو الأهلي وعمل عملها بنفسه، لا لو ما انا الأهلي بقول اللي لك لو عملها مش انا هتطلع اهلاوي كده. وعملتها طبعًا بنفسي مش متقبلتهاش. للنادي هتطلعها الاهلي كده. مش هطلعه كده. هتكسف هتطلعها كده. الاتحاد السكندري كان بينافس على الهبوط، طلائع الجيش فرقه كويسه جدا رابعه، بس مشوا المدرب علشان طلع رابع. اذا مدرب جديد جاي. عشان جاله عرض تاني يعني. اذا هو كان طارق انا عارف رحل طلع عشان جاله عرض. عمره ما نعم. بيستغنى عن حد لما نعم. المدرب هو يقول انا المدرب كفايه جاله على عرض. كده. نعم. فاذا الاربع نشوف فرق بقى ماتش الاولانيين الكاس اللي هيقول إيه. صاعدين، فكده الاهلي ياخد كل البناط، فكده نوقع الزمالك يبقى ضمننا دوري. طب لا، طب الكاس، طب ما الكاس بقى، الزمالك لازم يبقى في نص الكاس. طب نديله مين؟ حط العراقيل قدامه كده في نديله طريقه من البداية. اول ماتش نديله سهل عشان ما يتكلموش علينا، يبقى دوري وكاس. نديله داخليه نكسبها بالعافيه. نديله الاسماعيلي اللي هو عايز بطوله بقى عشان يرضي جماهيره النادي الشعبي الجميل. نديله المصري. وخدت بالكم بيقولوا إيه؟ لمّا الأهلي بيقول لك إن قرعة الدوري موجهة، فلمّا جه للإسماعيلي إن هو لعب مع الأهلي أول ماتش قال لك إن الرابطة ادّت الزمالك ماتشات دوري صعبة، وادّت ماتشات الأهلي في الدوري سهلة، وقال لك أول ماتش للأهلي في الدوري الإسماعيلي اللي بينافس على الهبوط. طيب راح متهم كمان الرابطة إن هي بتجامل الأهلي في الكاس، فراحت مديّة الداخلية للزمالك، ومديّة للإسماعيلي النادي الشعبي الجماهيري الكبير اللي بينافس على بطولة عشان يصالح جماهيره. شوفوا التناقض، يعني لمّا لعب مع الأهلي في الدوري، لأ الإسماعيلي كُخّة ووِحِش وبينافس على الهبوط وياياه، ياياه، ياياه، ولمّا لعب في نفس الجملة، في نفس القعدة، لمّا لعب مع الزمالك في الكاس، النادي الشعبي الجماهيري البطل المغوار اللي عايز يصالح جماهيره وينافس على البطولة. يا جماعة أنا هاقص الفيديوهات دي أقسم بالله ولازم تعملوا share عشان الناس اللي مغيّبة تعرف إن هم بيضحكوا عليهم، والله العظيم بيضحكوا عليهم. يعني أنت في نفس الحلقة طب أنت حيّرت قلبي معاك، إسماعيلي بينافس على هبوط والّا إسماعيلي بينافس على هبوط وعنده نقطة والّا إسماعيلي نادي جماهيري كبير وعايز يصالح جماهيره ببطولة النادي الشعبي الجماهيري الكبير؟ بالضبط، جمال متقّل في البليلة يا عم هشام، وده اللي أنا كنت عايز أتكلّم فيه. أنا ما عندي اتكلّم كده، بس شوف أنتم متخيّلين بيعملوا إيه؟